السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت بهاد الوصفه جديده، غادي نديرو هاد الطاجين بالصوصيص، تيجي رائع وبنين. وهانتوما معايا ان شاء الله تشوفوا المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. بسم الله. نبداو المقادير اللي عندنا. هنايا عندي واحد الكميه ديال الصوصيص، كميه اللي متوفره. هنا عندي مطيشه مدوره قطعتها دوائر زعما، والبصله حتى هي قطعتها دوائر، والبطاطا حتى هي دوائر شويه رقاق ما غلاضش بزاف. عندي الثومه والربيع، وعندي مطيشه محكوكه في ديك الزليفه. وهنا العطريه عندي البزار والسكينجبير والخرقوم، شويه الكمون، شويه التحميره والملحه. وعندي واحد شويه الهريسه على اللي بغى الحار، وعندي شويه الزيت. هنا جبنا فين غادي نشرملو البطاطا ديالنا. صافي غادي نخويو ديك الزليفه الصغيره ديال المطيشه، والعطريه خلاص اللي عندنا كامله فيها مليحه حتى هي. هذه الثومه كما قلنا محكوكه، شويه الربيع، عندي قزبور ومعدنوس، انا تنكثر المعدنوس على القزبور. هنا هاد شويه ديال الهريسه اللي بغى يديرها اختياريه. هنا المهم تيعجبني المذاق ديال الحار شي شويه. صافي غادي نحركو كلشي مزيان، وغادي نجيبو واحد شويه ديال الماء، غير واحد شويه باش يتزن زعما يتخلطوا لنا العناصر. البطاطا ديالي هي هذه. صافي غادي نبدا نحرك فيها، ندخل فيها الشرموله كامله على هذا الشكل. صافي هنايا جبت الطاجين ديالي على هذا الشكل. غادي نستفو فيه البصله كما قلنا، درتها دوائر. نستفو البصله كامله اللي عندنا المقدار اللي بغيتو ديروا. هي البصله تجي حتى بنينه فيه بزاف. عندي هنا مطيشه كما قلنا، انا راه حيت لها القشره وعاد قطعتها كدوائر. صافي البطاطا انا بالعاني شرملت البطاطا مزيان باش تدخل هذيك الشرموله وتتشرب العطريه كلها. صافي على هذا الشكل انا ساليتها. هنا السوسيس ديالي هكا استفتو على هذا الشكل، تيجي بحال شكل هكا شميشه. صافي غنقادوه كامل. صافي هاد المريقه اللي شاطنا ديال الشرموله غادي نخويوها هكا من الفوق السوسيس والخضره، وغادي خلاص فاش تكون تطيب راه غادي كلشي غيشرب ديك الشرموله. ها هو الزويته ديالنا حتى هي زدتها على هذا الشكل، وزينت بشويه ديال الزيتون اختياري الا كان ما كانش ماشي مشكل. صافي دابا غادي نديه لفوق البوطه، غنغطيه وغنخليه على بوطه مهيله. هانتوما راه عاد طاب. المهم راني تنبقى مقابلاه مره تنبدا هكا نهز بالمعلقه من الجنب ديك المريقه ونسقي من الفوق حتى يطيب وتنحسوا بكل شيء طاب وتيجي على هذا الشكل. وتنتمنىكم ان شاء الله تجربوه، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.